عسلامة ومرحبا بكم مع ديوا سويتنس. شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير يا ربي. اليوم جيتكم بتمخميخه مشخشخه بالجبن كما نعرف انا اللي هي اللازانيا. وصفه سهله برشا وبنينه، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. اما قبل ما نبداو نحب نذكركم باش تتبعوني على الانستغرام، على خاطر فايتكم غادي برشا جو وبرشا وصفات اخرى. كالعاده كان عندكم اي سؤال ما تنسوش باش تكتبوا لي في لي كومنتير وتشجعوني برشا جماد. وتوا يلا نبداو. اول حاجه باش نبداو بيها باش نعطيكم المكونات الكل اللي باش نستحقوهم للصلصه نتاع اللازانيا نتاعنا، وتلقاوهم زاده مكتوبين على السيت نتاعي ديوا سويتنس. نخلي لكم الرابط في خانه المعلومات تحت الفيديو. توا نبداو. لهنا عندي 700 غرام لحم مفروم، انا باش نعمل كميه كبيره، اما انتوما تنجموا تقسموا على 2، والا كنت تحبوا كميه اكثر تنجموا تضاعفوا. لهنا عندي مغرفه ونص صوص بيستو، هذه سبق وعملتها فيديو، نخلي لكم الرابط في خانه المعلومات. وكان ما عندكمش تنجموا تستغنيوا عليها وتعوضوها بالكليل والزعتر والا حبق شايح. لهنا عندي كما قاعدين تشوفوا 400 غرام طماط كونكاسي، معناها طماطم مهروشه، تنجموا تعوضوها بطماطم فرشكه مقصوصه. ولهنا كما قاعدين تشوفوا عندي 500 مليلتر طماطم سائله، انا نشريها حاضره، اما كان تحبوا تنجموا ترحيوا طماطم فرشكه وحدكم في الدار. وباش نستحقوا زاده لهنا عندي كعبتين بصل مقصوصين جويدين يلزمهم يكونوا. وباش نستحقوا زاده كميه من الفحات وشويه زيت، تنشوفوا مع بعضنا من بعد وقت اللي نبداو نطيبوا. توا يلا نبداو. في مقله ماذا بينا تكون غارقه والا طنجره غارقه، ما فما حتى مشكل. باش نبدا باش نحط اللحم نتاعي، بسم الله. باهي مانيش نحط زيت والا حتى شيء اخر، على خاطر اللحم مفروم فيه برشا شحم وما نحبش تجيني ياسر مزيته. توا هكا نحاول هكا نحلو قبل ما نبدا نفوح فيه. كهو حليته بالكدا. توا باش نبدا نفوح. باش نبدا بالثوم، انا باش نستعمل ثوم بودر، تنجموا تستعملوا ثوم فرشك، تحطوا حتى 5 كعبات ثوم فرشك، انا تعرفوني نحب برشا الثوم. باش نزيد عليه هذايا فلفل ابيض، بسم الله، شويه فلفل احمر، هذايا يوزوزها وفي نفس الوقت يغمق لها اللون نتاعها، معناها باش تجيناش ياسر باسله، تجينا حمرا شويه. اما ديما نقول لكم يقعد الفحات حسب الذوق وحسب الاختيار نتاعكم، كان حاجه عجبتكم حطوها، كان ما عجبتكمش ما تحطوهاش، والا زيدوا كيما انتم تحبوا تشتهوا. ولهنا باش نزيد شويه زعتر، باش نحط الملح، فوالا، وفيسع فيسع يلزمني نحرك باش اللحم نتاعي ما يجمدش. توا باش نزيد البصل نتاعي باش نقليه بالكدا مع اللحم. بالنسبه للبصل راهو تنجموا تستغنيو عليه كان ما تحبوهش، والا ثم زاده شكون يحط سفناريه مرحيه بالكدا ويظهر لي شويه كلافز، انا ما نحطش بصراحه، اما انتم ما كان تحبوا تحطوا تنجموا تجربوا. هي الغسيت الاصلانيه نتاع التلاين يستعملوا فيها السفناريه يظهر لي. توا باش نغطيه ونخليه يتقلى على روحه حكايه 10 دقائق، وكل مره نحركه حتى لين نشوف البصل نتاعي ذبل شويه. كيما تشوفوا ساي اللحم نتاعنا تقلى بالكدا والبصل نتاعنا زاد ذبال، وحليته هكا ما خليتوش كعابر، على خاطر كان نمرقه وهو كعابر من بعد ما نجمش نحلهم بسهوله. توا باش نصب عليه الطماطم المهروشه، بسم الله. كان باش تستعملوا طماطم فرشكه ماذا بيكم تقشروها قبل ما تستعملوها. باش نزيد عليه السائل نتاع الطماطم، وباش نكمل بمغرفه كبيره سكر، اي باش نحط السكر باش نحي القروصيه نتاع الطماطم. باهي ملاحظه صغيره، كان تحبوا تنجموا تستعملوا شويه طماطم معجونه كونسونطري باش لون اللازانيا نتاعكم ما يجيكمش ياسر باسل. انا الطماطم هذيا السايله نعرفها تجيني بها الماكله حمراء. توا باش نخلط هكا كل شيء مع بعضه ونخليه يتقلى شويه من بعد نمرق.
باش نغطيه باش كي يبدا هكا يبقبق ما الدنيا الكل ما تطشش. نرجع لكم من بعد نخليه يتقلى حكاية 10 دقائق، من بعد نمرقوه مع بعضنا. الطماطم متاعنا تقليت مليح، توا ليها 10 دقائق وهي تبقبق. توا باش نمرقها، هي راه ما تسحقش برشا ماء على خاطر استعملت طماطم مهروشه فيها برشا ماء، والكولي دو طماط فيه زاده برشا ماء. توا باش نصبلو الماء سخون، نتصور باش نزيد حكايه 700 مليلتر. بسم الله. فوالا به. توا باش نغطيها ونخليها تطيب على راحتها حتى لين تقر زيتها وتحسوها عقادت شويه. به انا توا لهنا نحس فيها لونها ماهوش عاجبني برشا، معناها باسل شويه، باش نزيد لها شويه طماطم معجونه. هي طماطم المعجونه نتاعي ما يقارب مغرفه كبيره. بسم الله. كهو. توا باش نغطيها كيما قلت لكم ونخليها حتى لين تقر زيتها ونوريكم من بعد كيفاش. الصوص متاع المقرونه متاعنا قريب تطيب، باش نتعداو لتحضير البشاميل. وفما قاعده تقول ديما قد الزبده قد الفارينه. لهنا عندي 100 غرام زبده ولهنا عندي 100 غرام فارينه، ونستحقوا إترا و100 حليب. باش نستحقوا زاده، وكان انتم تحبوا تستغنيوا عليها تنجموا زوز توابع جبن، هذوما توابع جبن نورمال تريانجل، وشويه فحات. تو نشوفوهم مع بعضنا من بعد. في طنجره باش نبدا نحط الزبده متاعي. بسم الله. النار متاعي ماذا بيها تو تبدا جويده على الاخر، باش نخلي الزبده متاعي تذوب. اما قبل كل شيء باش نفوحها شويه، والغاز متاعي حطيته على نمرو 2 وهو يخلط النمرو 9. باش نفوح بشويه نواد موسكاد اللي هو جوز الطيب، نعرفش كان قاعدين تشوفوا فيه. هو ما تكثروش خاطر مطعمه ياسر قوي. وباش نحط معاه شويه فلفل ابيض، وما ننساش الملح متاعي. توا نشوفوا ذاب، باش نزيد الفرينه ونقعد نطيب فيها بالكدا حكايه دقيقتين 3 دقائق. ما تخافوش منها، راهي ماهيش صعيبه الحكايه جمله. بسم الله. بالنسبه للتفويح ديما نقول لكم تنجموا تفوحوا كيما تحبوا تشتهوا، تنجموا تزيدوا شويه ثوم كان تحبوا، والا تنجموا تقليوا شويه بصل مقصوص ياسر جويد، والا تنجموا تحطوا من عرش شويه كليلو زعتر شويه حبق. ديما يقعد حسب الذوق وحسب الرغبه نتاعكم. تو باش نقعد هكا نقليها بشويه بشويه حتى لين تتقلي لي حكايه 3 دقائق 4 دقائق، من بعد نشوفوا شنو باش نعملوا. الفرينه نتاعي كيما قاعدين تشوفوا تقليت بالكدا. حاجه مهمه برشا انكم تقليوها باش تنحيوا المطعم الخايب نتاع الفرينه، معناها طيبوها، وفي نفس الوقت البشاميل نتاعكم تجيكم ياسر بنينه. توا هكا تحركوا وتصبوا الكميه نتاع الحليب نتاعكم الكل فرد مره. بسم الله. توا تقعدوا هكا تحركوا النار نتاعكم، تنجموا تقويوها تحطوها متوسطه حتى لين تقعد بالكدا. من بعد نوريكم شنو باش نعملوا. ما تخافوش، راه ما ثماش كعابر وما يقعدوش الكعابر جمله. البيشاميل نتاعي كيما قاعدين تشوفوا فيها بديت تعقاد. توا باش نحط لها الجبن تريانجل اللي وريته لكم. بسم الله. هذايا راهو كبير الطرف، معناها قريب زوز طروف كيما عندنا في تونس. بسم الله. باش نزيد الطرف الاخر. بالنسبه للجبونات راكم تنجموا تحطوا جبونات اللي انتم تحبوا عليهم، انا اللي قلت لكم عليهم اقتراح، انتم تنجموا تبدلوا كيما تحبوا تشتهوا. تو باش نزيد شويه بارميزان، ماذا بيكم هكا ديما ما بينها فوق النار باش يذوب بالكدا. البارميزان ما تكثروش، المطعم نتاعو جوست يفوح. اما كان انتم تحبوه برشا حطوا كميه كبيره، انا باش نحط شويه برك. سايي توا باش نقعد هكا نحرك حتى لين يذوب لي جبن بالكدا، ونتعداو نوري لكم القوام نتاع الصوص نتاعنا، ونبداو في الدغيساج نتاع اللازانيا. ملاحظه اخرى، الصوص بشاميل اللي تعملوها للازانيا ما يلزمهاش تبدا ياسر خاثره، يلزمها تكون جاريه شويه على خاطر كي باش تطيب باش تزيد تشد روحها اكثر. هذه الصوص نتاعنا بعد ما طابت باش نوريكم القوام نتاعها.
كما تشوفوا فيها ما يلزمش تكون ياسر جاريه هكا باهي، وما يلزمش تكون خاثره، على خاطر باش نطيبوا فيها اللازانيا مانيش باش نصمتوها، ما يلزمش تكون ياسر شايحه. كان نحطوها ياسر شايحه اللازانيا نتاعنا ما تطيبش. كيف هذيك علاش زاد البشاميل نعملوها جاريه. تو باش نزيد البيستو نتاعي. كيما قلت لكم كان ما عندكمش صوص بيستو تنجموا تحطوا حبق فرشك، والا تنجموا تحطوا حتى ورقه رند وقت اللي الصوص نتاعكم تطيب. باش نحركها توا هكا كلها مع بعضها ونتعداو للدغيساج نتاع اللازانيا. ناخذوا طبق يمشي للفور ونبداو. اول حاجه باش نبداو بها هي البيشاميل. شويه بيشاميل، هذه استوس عطاتها لي ابوني نشكرها برشا، قالت لي ديما اللازانيا نتاعك ابدا بالبيشاميل خير من الصوص نتاع اللازانيا. توا باش نحط ورقه اللازانيا. بسم الله. ملاحظه صغيره، انا راني ما نحبش نكثر من العجينه نتاع اللازانيا، اولا خاطرها تكبر، ثانيا ما نحبش اللازانيا نتاعي يجيني بلوك واحد، معناها ما نحبش، ما نعرفش كيفاش نفسر لكم، اما ما نحبش يبدا فيها برشا عجين. توا باش نحط الصوص نتاعي هكا نحلها بالكدا فوق الورقه. وباش نكمل بالجبن، انا لهنا هذه ايمونتال باش نستعمل خليط ما بين ايمونتال وغودا، نجموا تستعملوا موتزاريلا والا اي نوع نتاع جبن تحبوه. بالنسبه للجبن ما نوصيكمش قد ما تكثروا قد ما تبننوا. كيف توا باش نعاود نفس الخطوات. باش نحط شويه بشاميل، الاوراق نتاع اللازانيا نتاعي، الصوص، حتى لين نكمل الطبق نتاعي الكل. تو نوريكم من بعد في الاخر كيفاش. اما عندي ليكم ملاحظه مهمه برشا، ماذا بيكم الطبقه الاخرانيه تغطيوها بالكدا بالصلصه كيما قاعدين تشوفوا فيا، ما تحطوش فوقها البشاميل طول. علاش؟ على خاطر البشاميل ما فيهاش برشا سوائل وماهيش باش تنجم تطيب لكم الورقه نتاع اللازانيا، وهكاكا تجيكم منظرها مش مزيان وتبدا ماهيش بنينه. توا باش نحط لها الجبن، لهنا استعملت جبن غودا، وباش نكمل نغطيها بالكدا بالبشاميل. توا باش نحط اللازانيا تيب في الفور على 180 درجة مئوية في الوسط حتى لين تيب بالكدا، نتصورها تاخذ حكاية 45 دقيقة. اما باش تثبتوا فيها طابت والا لا تنجموا تدخلوا فيها سكينة وتشوفوا الورقة نتاع اللازانيا طابت والا لا. سيي اللازانيا نتاعنا حضرت وما شاء الله جات بنينه بنينه بنينه، ما نحكي لكمش على البنه. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. حاجه واحده نحب نقولها لكم، ماذا بيكم تخليوها تبرد شويه قبل ما تقصوها باش تشد روحها وهكيكا تجيكم القصه مزيانه. كان عجبتكم الفيديو ما تنسوش باش تشتركوا في الشين كان مازلتوا ما اشتركتوش، وتتبعوني على باقي مواقع التواصل الاجتماعي تو يظهروا لكم توا في الفيديو. واهم حاجه تبارتاجيوها وتدعموني برشا جميت وكومنتات. وتوا ما بقى كامش نقولوا مع بعضنا اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال.